ايوا سيدي، هالكائنات الفضائية عاود جاو يزورونا في كوكب الأرض. كل مرة كنسمعو شي كائنات فضائية بانو في شي بلاصة في العالم، فهل اللي شاف شي طبق طائر دايز في السماء، وهل اللي شاف شي مخلوقات غريبة حاطة في الأرض واللي الشكل ديالها قريب من الإنسان in some way. وكاين اللي قال لك راه تكلمات مع هاد الكائنات وقالت ليه باش يمشي يضرب معاها شي دويره في الكوكب ديالها. واخر ما غنات السيمفونيه ديال الكائنات الفضائيه اللي بانوا في المكسيك. وفي وسط هاد العالم الميتافيزيقي ديال الكائنات الفضائيه نقسموا الناس لجوج ديال الفئات. الفئه اللي كتامن بان هاد الكائنات كاينه وشي نهار غادي تجي تدوز عندنا شي عطله مطوله فوق هاد الارض اللي عايشين فيها. كاين اللي كيقول بلي هاد الكائنات الفضائيه ما كاينينش كاع بمره، وهي فقط من وحي خيال الناس وصافي. وكيفسروا الصور والفيديوهات اللي كيشوفوها بشي طريقه، اما هاد التصاور فيك صنعهم شي حد، ولا لا نازا بغات تخدعنا. والفيديوهات مصوبين بالتكنولوجيا ديال الديب ليرنين اللي المودلز ديالها يقدروا يحاكيو بزاف ديال الحوايج. وما بين هاديك وهادي ما بقيتش عارف فين نمشي ولا فين كنت غادي، وحيت كثرات التأويلات ديال الحقيقة ديال الوجود ديالهم الكائنات الفضائية، فراه كاملين كيجي لبالنا هاد الأسئلة اللي كتبقى تدور لينا في البال بلا ما نلقاو ليها شي جواب. فحال واش بصح كاينين هاد الكائنات الفضائية ولا لا؟ واشنو قالوا العلماء ولا نازا على هاد الكائنات الفضائية؟ واش القرآن يقدر يفسر لينا هاد الشي؟ فباش نفهمو كيفاش وعلاش يلا نشوفو هاد الشي. في 1977 خرج واحد الفيلم اللي الاسم ديالو Close Encounters of the Third Kind، لقاءات قريبة من النوع الثالث، اللي كتحكي القصة ديال واحد الشخص اللي غتخير حياته ملي غيتلاقى مع واحد الجسم غامض من واحد المركبة فضائية اللي جاية من شي عالم آخر وغيولي مهووس بيها. هاد الفيلم غادي يدير بوم وغادي يحقق واحد النجاح اللي خيالي، اش منك جوائز واش منك اوسكار. والغريب ان هاد الشي غادي يخرج من الفيلم للواقع، فين وكالة الفضاء الامريكية غتقتنع بانها خاصة تبحث في هاد المجال وتشوف واش بصح كاين شي حياة اخرى دايرة بجنابنا حنا اللي ساكنين في كوكب الارض، باش نعرفوا واش بصح كاينين دوك الكائنات الغريبة اللي غالبا ما كيكونوا على شكل شي انسان مصغر، ولا المهم هذا حدنا في الايماجينيشن. والمشروع اللي تلقاتو لا نازا في عام 1979، عامين تقريبا مورا الفيلم، وكان الهدف منه هو الاطلاق ديال واحد الاجهزه للفضاء الخارجي. المهم هاد الاجهزه كيضربوا شي دويره في الكواكب وكيتصنتوا واش جايه شي اشارات لاسلكيه من كواكب اخرى. فما تنساش ان الانسان بطبعه كائن ماشي غير يحب الفضول بل يموت في الفضول. فبزاف ديال الناس من انحاء العالم كيقولوا بانهم شافوا كائنات فضائيه، وكلهم روايات شفويه ديال الناس اللي قالوا شافوهم. غير الامر المحير هو كلهم تقريبا كيتجمعوا على اوصاف مشتركه، كيقولوا بانهم كيشوفوا شي ضوء ولا كيبان لهم شي ضباب وشي حاجه بحال المركبه كتحرك. وكاين اللي كيعطي التفسير ان المركبه ممكن تكون شي مركبه عسكريه كتشبه شي طابق، وهذا الاحتمال راه ماشي بعيد يكون صحيح. وزيد عليه ان الانسان دائما كيميل بالخيال ديالو لداك الشيء اللي فايت شاف واللي فايت ليه السمع بالسمع ديالو، فالخيال ديالو عنده ليميت، حدو دوك المعلومات اللي دخلوا ليه من الحواس ديالو. وباش نوضح لك هذا البوان مزيان، فسول راسك واش ممكن تقدر ترسم شي كائن ماشي انسان بلا ما دير ليه حتى شي حاجه في الانسان، يدين رجلين فم؟ صعيبه. كيف غدير تخيل شي حاجه ما عمرك ما شفتيها؟ فهنا وقف حمار الشيف. ودابا بلاتي عليا شنو المشكل؟ واش المشكل انها تكون كائنات فضائيه ولا انها تكون بداك الشكل اللي كنشوفه في الفيديوهات والافلام؟ اسيدي ممكن تكون شي كائنات اخرى معنا في هذا الكون وسطر عليها مزيان في هذا الكون، وهذه القضيه كلشي كيتفق عليها. الشيخ الداعيه عالم الدين والمفكر اللي ما عنده علاقه بالدين، ولكن باش يكون بواحد الشكل معين تما بقات تما. وهاد الناس اللي شافوهم كلهم كذبوا ولا كلهم ما شافوش؟ لا 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 ماشي هكذاك. دابا الا جا شي حد وشاف شي كائن فضائي وقال لك راه داير فحال شي انسان مصغر وانت مشوق وكتسمع ليه، فراه هاد المعلومه غتبقى في الباك جراوند ديال دماغك، واحتمال ان اقل حاجه تبان ليك
تقدر تقول راه هي كائن فضائي وتعطي نفس الوصف، حيت الا عطيتي شي وصف من غير هذاك اللي سمعتي يقدر يكون غلط. سو كيقول لك راسك ليتس جو وذ ذا فلو، كثرت عليك الفلسفه وغصبر معانا وصافي. اللي بغيت نوصل ليك ان الملاحظه ديالنا في بزاف ديال المرات ما كتكونش موضوعيه وكانت انفلونساو بالاخرين. هكا حنا دايرين كانسان في كوكب الارض. ودابا واش هاد العجب يقدر يكون ولا لا؟ الجواب يقدر يكون، ولكن ماشي بالضروره بهذا الشكل اللي كنشوفو. وهذا المدير ديال وكاله الفضاء الامريكيه كيقول على السؤال واش ممكن تكون حياه اخرى، الجواب believe there's life in a universe that is so vast that it's hard for me to comprehend how big it is. My personal answer is yes. ودابا إلا كان ممكن تكون حياة أخرى معنا، فراه حنا كإنسان أحسن ما خلق سيدي ربي فوق هاد البسيطة. والقرآن ما فيه حتى حاجة على هاد الشيء، والكون كامل داير على الإنسان. وكيفاش القرآن ما فيه حتى شي حاجة على هاد الشيء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما خلاش شي حديث على هاد الشيء. هو اللي قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم، وهو اللي علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، حتى من الآداب كيفاش تدخل الطواليت أعزكم الله. وقضية كبيرة في حالة الكائنات الفضائية ما خلى لينا عليها والو، فراه ما يمكنش. لا راه يمكن، ويمكن هاد الشيء حيت ماشي هاد الشيء قضية كبيرة لينا كإنسان فوق هاد الكرة الأرضية. ولو كان هاد الشيء غادي افيكتي الإنسان بطريقة أو أخرى، لو كان غادي الله سبحانه وتعالى يجعل لي حيز في كتابه، حيت هاد القضية بكل بساطة ماشي مهمة لديك الدرجة. فهاد الشيء غريب ياك، ولكن غير فكر معايا. الملائكة والجن والمسيح الدجال ياجوج وماجوج وبزاف ديال الحوايج اللي غادي يجيو في المستقبل كاينين في القرآن وفي السنة. والكائنات الفضائية ما كاين ليها حس، وهذا بطبيعة الحال ما كيمنعش الوجود ديال شي كائنات أخرى، غير ما تبقاش تخيل شي حاجة اللي تقدر تكون بعيدة عن الواقع. فراه لي حدود الساعة ومع هاد التطور كامل اللي وصلنا ليه، مازالين الصور اللي كيتخادوا للكائنات الفضائية ما كيبانوش مزيان وبلوري، كلهم ضباب. فراه غريب هاد الشيء فعلا، كل مرة نفس الحكاية in another version. هالأطباق جايين يهجموا على الأرض وجايين ياخدوها كاع سلو داون. فين جاي؟ صحاب ليك السيبه هنا اتكيسا مسيو الكائن الفضائي وشد الصف مع الخوت ولا ما خايفش من الموت. فراه صعيب تحكم على هادشي اللي كنشوفو في الميديا. واش هي فعلا كائنات اخرى عايشه معنا في مجره الدرب التبانه ولا جايه من شي مجره اخرى؟ السبب الاول اللي يخلي هادشي صعيب هو التكنولوجيا اللي حنا واصلين ليها، والسبب الثاني واش كلشي المجتمعات كيشوفوا هادشي بنفس النظره. فهاد الكائنات كيبانوا بزاف عندهم، اما الجهه ديالنا قليل ولا محال يضربوا شي دويره فيها. فهاد الامور كتخلي الانسان العقل ديالو يوقف ويحتار، واش هادشي يقدر يكون بصح ولا لا؟ لازمك ترجع للور وتشوف من كاع الزوايا اللي كاينين باش تخرج بواحد الخلاصه اللي تقدر تقبلها الماده الرماديه ديالك. فالكائنات الفضائيه احتمال ديال الوجود ديالها ممكن، حتى حد ما ينكر هادشي لا علم ولا دين، ولكن واش بهذا الشكل اللي كيسوقوا لينا؟ نوب. وانت شنو بان لك لاي كفه كتميل؟